تعرف امتى تسحب فلوسك ولا هتسيب السوق ياخدهم؟ اكتر لحظه غبيه ممكن انك تعملها في التداول انك تسيب الفلوس تكتر وتقول انا هسحب بعد الصفقه الجايه، لان الصفقه الجايه هي اللي هتخليك تبدا من الصفر. في قانون ثابت في السوق، الفلوس اللي ما حددتلهاش خطه سحب هتطير، واي فلوس جوه المنصه فهي مش بتاعتك، تبقى بتاعتك بس لما تطلع بره السوق خالص. ناس كتير بتفضل تكسب وتفتكر ان هي تبقى مليونيرات بعد شهر، فتسيب الارباح جوه وتبدا تكبر نقطتها، ويوم ما السوق يقلب عليه يخسر الارباح وبعدها جزء من راس المال او راس المال كله. طب ليه؟ لانك ما كنتش عامل لنفسك خطه سحب. المحترف بيحدد هدف شهري او اسبوعي، اول ما بيوصل له بيسحب نسبه حتى لو بسيطه، بيحول السوق من مكان خطر لمكان بينتج له سيوله حقيقيه. اما الهاوي كل ما الحساب بيكبر عينه تكبر معاه، وكل ما السوق يعكس يقول مش مهم هعوض لحد ما الحساب يرجع تاني لنقطه الصفر. فمن الاخر كده يا صديقي، لو ما كنتش عارف هتسحب امتى يبقى السوق هو اللي هيقرر يسحبك امتى. اسحب بذكاء قبل ما السوق يسحب منك بالغصب. نظام سحب الارباح الذكي سايبهولك في قناتي على التليجرام، وهتلاقي اللينك في البوست.